السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يا هلا والله وسهلا. أعدل عن انقطاع، إن شاء الله جايكم شرح جديد اليوم. في بعض الأشياء مهمة، أنا فاتح كبوت الآن. في بعض الأشياء مهمة لازم نعرفه، واللي يهمنا مع المساحات. طبعا بوينت المساحات ضروري إن نعبي موية مفلترة، يا موية مقطرة الأحمر، أو إذا ما حصلنا نشري موية من البقالة. ليش نسوي كذا؟ أو ليش نعبي موية مقطرة؟ دايم الأوبر حقت المساحات تسددت، وإذا انسدت هذه مشكلة. أول شيء خرب توزيع الموية، وثاني شيء ممكن يخرب الموتور اللي يسحب الموية من نفس القربة. الشيء الثاني اللي هو الغطاء. دائما الغطاء يضيع، ترى الغطاء يباع لحاله لو تروح وكالة تحصله. والشيء الثالث، الموية اللي تجي من الوكالة هذه موية خاصة بموية المساحات، يعني في موية تجي للمساحات خاصة. الموية خاصة لأنها ضد التجمد. طبعا احنا ما نوصل مرحلة التجمد إلا يعني أسبوع بالسنة كله. وأحب أفيد أن الموية هذه تراها سامة، وإذا لمستها بيدك غسل على طول مباشرة، وإذا بتشتريها تحصلها في المحلات. أما بالنسبة لفتحات المساحات، لو انسدت نقدر نفتحها أو نغيرها. بوريكم الطريقة كيف. أنا جايب سكينة طبعا، تقدر تجيب منفكة وتجيب أي شيء ثاني. تجي من هنا، هذه هي. طبعا الآن دخل السكينة هنا، ترفعها فوق تطلع معك، بعدين تسحبها، تمسك هذه وتسحبها على فوق تطلع معك اللي تفك اللي وتنظفها. إذا ما نظفها تخربت تغيرها لحالها. أتمنى أن الشرح يكون مفيد وسهل، لأن الصراحة المساحات شيء مهم، ودائما هذه الأشياء الناس تجهلها. فإن شاء الله أن المعلومة وصلت، وأعتذر عن انقطاعي.